بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده طبعا هنعمل وصفة بسيطة كده وسهلة في الجو الحر اللي احنا فيه ده. ماشي. معايا دي انواع بسكوتات ونيطات، ومعايا زبادي بالكراميل وبالشوكولاتة. ماشي. هي وصفة مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. ماشي. معايا الكاسات بتاعتك كده. هتفتحي الاول الزبادي اللي هي الايه الكراميل، وهتحطي في كل واحدة معلقة كده. طبعا بقى على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، تعملي طبقين 3 زي ما انت عايزه. ماشي. جاب الكراميل كده عشان تبقى ايه طعمها حلو والولاد يحبوها. ماشي. وهتفردها كده في الطبق، وبعد كده تحط طبقه من البسكوت على طبقه من التوينكيز، ومعانا هنا شوكولاته للتزيين، وبسكوت برضو. ده معانا باكو من الاوريو اهو، ونفتحه بقى ونحطه على الضانك كده من ايه، من يبقى هو كده اللي في الايه في القعر كده. ماشي. طبعا انت بقى تجيبي الانواع اللي انت حباها بالنظام ده كده اهو. طبعا عايزه تحطيه في بوله تانية ولا حاجه وتاخدي زي ما انت عايزه. هنكتره بس هنا ايه عشان الاولاد. عشان كده يا جماعه اهوت هنفتح بقى ايه التوينكيز، وهنحطه ايه طبقات برضو كده في كل طبق زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. هنفتحه بس كده ان نقطعه بالسكينه اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. طبعا ايه كل واحد نحط فيها 3 4 كده. وصفات سهله خالص وبسيطه اهي. وهكذا في كل بوله. نحط بقى كمان طبقه دانت كمان. نجيبه كمان باكو لسه في طبق عندنا ما خدش. بس التومنكي صغير يا جماعه. ماشي. هفتح بقى ايه دانة الشوكولاته، واحط بقى إيه معلقه في كل بوله كده. الطبق الايه الدانة الشوكولاته. طبعا الوصفه ديت هتحطها في الفريزر نص ساعه بس، وبعد كده هتبداوا تاكلوها بالهنا والشفا، عشان بس تبقى ايه الساعه كده مرطبه. معلقه كده في كل ايه. وبعد بقى بتحطي بقى المكونات اللي معاكي طبقه وطبقه كده. هجيب بقى الطبقه اللي بعدها. ده يا جماعه معانا فوز اهوت. هنقطعه برضو بنفس الطريقه، وهنحطه برضو بعد طبقه الايه الدم اهوت. وهكذا بقى على ما نخلص ايه الرصه. طبعا دي عايزه تبقى كاسات رفيعه عشان ايه يبان معاكي كمان. معانا يا جماعه اهوت الكراميل اهوت، هنبدأ نحطه على كل واحده. ومعانا بسكوت كمان اهوت اهوت يا جماعه. طبعا ايه قطعيه عشوائي بقى كده عشان بس تحس بايه بالطعم فيه. يا جماعه كاسات كده حلوه كده تطر على ايه على اولادنا كده في الصيف. طبعا بقى تحبي تزيني بقى باي حاجه اللي انت حباها. اهوت احنا كده ايه ظبطناهم كلك اهوت. خلاص كده هنجيب بقى ايه الطبقه اللي وراها اهي يا جماعه. ونحط بقى ايه الشوكولاته. طبعا ما عادش بقى ايه دي اخر واحده، هتوزعيها كده عليه. ماشي. ولو عايزه تطحنيه كله مع بعضه اطحنيه، بس احنا ايه حابين نعمله طبقات كده عشان يبان. طبعا ما خدتش معانا 5 دقايق اهيت. عندك بقى توينكس فاضل تاني زوقي بيه بشر شوكولاته. المتاع عندك زوقي بيه. وان هي مش محتاجه زوايا، هي كلها مزوقه نفسها بنفسها.
معانا هنا توينكس برضه اهوت. هحط لكل واحده بس واحده كده او حاجه بسيطه، وهبدا احط لها بسكوت مبشور بس كده يا جماعه. اوريو طحنته كده في الكيس، وابداي بقى رش كده على كل واحده شويه كده من فوق وخلاص. ولو حابه بقى تقدمي معاها ايس كريم فانيليا، تبقى جميله في الصيف ده. يا جماعه كل واحد كذا حبايه كده. هوري لكم بقى برضو ساعه التقديم برضو ايس كريم فانيليا برضو هجيبه معاها. لو حابه تحطي شوكولاته برضو، بس انا عندي بس مش هستكفى بكده. الشوكولاته عندي بس انا مش حاطه شوكولاته. ادي الطبق بتاعنا اهوت. ان شاء الله هدخله بس الفريزر ربع ساعه ونص ساعه على حسب، وهجيب معاه فانيليا جيلاتا وان شاء الله اوريه لكم. وده يا جماعه الجيلاتا احنا جبناها من الفريزر ماشي. طبعا حابه تحطي عليها زي ما احنا حطينا كده ماشي، ما انتش حابه في طبق تاني المتاح عندك. احنا عندنا هنا فانيليا ومانجا ماشي. احنا هنحطه فانيليا، وفي كمان نسكافيه لو انت حابه ماشي وطبعا بعد ما بتحط عليها الجيلاتي طبعا هتدخلها الفريزر تاني ماشي، عشان بس مستشي عليها زي ما انتم شايفينها بالجمال والحلاوه دي. طبعا لو حطينا مانجا هتديلها لون احلى كمان. ديت نسكافيه ودي فانيليا. ديت مانجا كمان على فانيليا، وهي احلى طبق يطلع على قلبك كده في الصيف. بألف هنا وشفا على قلوبكم. طبعا وصفات الصيف وصفات كتير وياما يا جماعه. يكون في الطبق اهوت. ده ألف هنا وشفا. طبعا هو فيه مكونات كتير، هو غني. يلا اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.